يا ابني اللي انت بتعمله ده، انت مش عندك تمرين بوش؟ ايه اللي دخل تمرينة البول اوفر النهارده؟ ايوه انا بستهدف الالياف العلويه. ايه؟ الالياف السفليه. مين؟ اي الياف الصدر يا ماجد. يا تعالى بتلعب التمرين ده عشان الصدر يعني؟ طب تعالى فاهم. ماشي. بص يا صاحبي، وانت بتلعب التمرينه دي بص على الحركه وحللها في علم الحركه، هنعرف العضله الاساسيه اللي شغاله وهنبص في التشريح ونفهم بناء عليها ايه اللي بيحصل. وحتى بالاحساس بتلاقي اللاتس وكمان التراي شغاله بشكل كبير، وممكن تحس بتفعيل الصدر شويه وهفهمك ليه. انا فعلا بحس ان الشيست بيشتغل شويه. ما هو الصدر برضه بيشتغل شويه، وتعالى اقول لك الكلام ده كله بيحصل ازاي. طيب اول حاجه يا صاحبي، الحركه دي اسمها ايه وانت بتاخد الوزن وبتطلع بيه؟ ده اسمها كده شولدر اكستنشن. وهنا العضلات اللي وظيفتها ان هي بتاخد الوزن من المكان ده تطلعه لفوق، وهي عضله اللاتس وكمان عضله الترايسبس وخصوصا اللونج هيد. ودي بتكون زي تمرينه الكيبل بول اوفر بالظبط كده. وهنا برضه بنحس بايه؟ باللاتس وكمان الترايسبس. فهنا برضه بنعمل نفس الحركه ولكن السحب بيكون من فوق لتحت. هنا في الاناتومي بتلاقي عضله اللاتس عندها القدره ان هي تسحب العظمه بالشكل ده وتسحبها عليك لتحت. فطول ما انت بتنزل دراعك في العده السلبيه، فاللاتس هنا برضو بيحصل لها ستريتش، عشان كده بتحس بالتفعيل بتاعها. اما ليه بقى بتحس بعضله الصدر شويه؟ عشان وانت تحت خالص عضله الصدر والالياف بتاعتها قادره ان هي ترفع العظمه سنه كده لفوق، لكن اللاتس هي اللي بتكمل الباقي. فطبعا اللاتس هنا هي التارجت ماسلز، واللي بتساعدها كمان هي اللونج هيد بتاعت الترايسبس. تمام كده؟ فهمت يعني؟ لا برضو. تمام. اتكل على الله بقى. بص يا سيدي، من الاخر لو انت عايز تتمرن على عضله الصدر، روح على الحركات الاساسيه بتاعتها زي شولدر هوريزونتال ادكشن. وهنا من الاخر انت بتخلي العظمه بتاعت الدراع العضليه تقرب بالالياف بتاعت الصدر ناحيه الاسترنم، وهنا كده انت بتفعل عضلات الصدر. لكن لما بتيجي بالمنظر ده بتشغل اللاتس اكتر، لان دي الحركه الاساسيه بتاعتها، وكمان بناء على اتجاه الالياف. لايك اند فولو، واللي جاي كتير فهم ما تحفظش. سلام.